تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض طاسة كبد وقوانص، بجد مش هتدوقي زيها في حياتك. هقولك على تريكات كده وحاجات معينة هتخليها طعمها تحفة وزيرو زفارة. اي حد بيقرف منها او مش بيحبها، تعالي اقولك ازاي هنعملها ونعملها بطريقة حلوة قوي. انا هنا غسلت القوانص حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين، بصوا مخليها زي القشطة. وطبعا عصرت عليها ليمونتين كده هي والكبد. احسن حاجة بقى لتقطيع القوانص هو المقص، السكينة هتضايقك شوية. احسن حاجة بقى كده هتنجز معاكي هو المقص. هنقطع بقى كل الكمية كده زي ما انتوا شايفين. وهجيب بقى ايه صينية كده واحط فيها معلقة سمنة كبيرة، وهنزل بقى فيها في القوانص كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا مش هدي بقى اي ملح او اي حاجة عشان القوانص ايه لازم يعني ما تعطلش السوا شوية. هنديها بس ايه نص معلقة من الفلفل الاسود كده عشان نشم ريحة حلوة. ونقلب بقى. بصوا هي جابت مية ازاي، هو ده المطلوب. ليه بقى؟ لان هي هنغطيها ونوطي عليها ونسيبها تشرب ميتها، هتكون استوت معانا. احنا مش هينفع ننزل الكبد غير لما تستوي. هجيب بقى حلة كده واحط فيها مية مغلية وربع كوباية من الخل، وهننزل بقى فيها بالكبد. الحركة دي بتخلي الكبد ما يبقاش فيها طعم الزفارة اللي هو مش مستحب، وبتخليها تحفة. احنا هنا مش هنسويها، احنا هناخدها بس ايه غلوتين كده في المية والخل. بصوا بقى كل الريم اللي على الوش ده هو اللي بيخلي طعم الكبدة مش حلو. خلاص. هن يعني خلاص انا يعتبر انا صفيت الكبدة في الحوض وشطفتها كمان. خلاص هرجع بقى للقوانص مقطعة بصلاية كده، هنزل عليها. خلاص هنا القوانص يعتبر استوت. ما ينفعش ننزل بالبصل غير لما القوانص تكون استوت. هنقلب بقى كده البصلاية حلوة قوي. وبعدين هننزل بايه بمعلقة توم كبيرة، بتنقلها بقى في حتة تانية. يعني جربوا كده الطريقة دي هتعجبكم جدا. بصلاية متقطعة ومعلقة توم كبيرة. خلاص ونقلب بقى كل الكلام ده حلو مع بعض. وانا هنا بقى ايه بعد ما طلعت الكبدة كده شطفتها، لازم نشطفها بعد ما نطلعها من النار. وقطعتها، هي ما كانتش استوت، انا خدتها غلوتين بس. خلاص. هننزلها بقى على البصل والثوم والقوانص اللي احنا عاملينها، ونديها بقى ايه كوباية من المية كده عشان انا بحب اما اكل الكبد والقوانص يبقى فيها صوص. خلاص هي طبعا كانت ما فيهاش صوص، فاديتها كوباية مية. هسيبها 5 دقايق كده واحط مكعب من المرقة. انا مش هحط هنا ملح. انتي مش عايزة تحطي مكعب المرقة يبقى حطي ملح. انا بحط عليها ملح وفلفل اسود وبهارات بس. وهنزل بقى بفلفل كده رومي وفلفل سبايسي وفلفل احمر. مش عايزة فلفل استغني عنها، بس هو بيبقى طعمه تحفة وبينقلها كده في حتة تانية. خلاص. هنقلب بقى كل الكلام ده حلو قوي. احنا نزلنا هنا بالفلفل بعد ما الكبد استوت. خلاص. ودي مع نص معلقة كده من ال7 بهارات، اي بقى بهارات بتحبيها، بهارات لحمة بهارات فراخ، اي ال7 بهارات. اي نوع بهارات انزلي بنص معلقة كده ويسيبيها 5 دقايق وخلاص كده. شلناها من على النار بقى، اديتها ايه رشة من البقدونس كده، وكلوها بقى بألف هنا وشفا. بجد طعمها تحفة، ما فيهاش اي زفارة من الحركة اللي احنا عملناها في الكبدة. هتعجبكم جدا، بألف هنا عليكم.